استنى ثانية. ممكن تكون بتضيع سنين من عمرك في التمرين وبتدمر مستقبلك الكروي وانت فاكر انك على الطريق الصح. بس ثانية واحدة، عارف الإحساس لما تبقى بتتمرن كل يوم تعبان وعرقان بس في الآخر مفيش فرق، مفيش تطور، مفيش نتيجة؟ كلنا اتقالنا إن التمرين أكتر بيساوي تطور أسرع، فطبيعي إنك تصدق إن كل ما بتجري أكتر أو بتعمل دريلات أكتر أو بتقعد في الجيم أكتر هتتطور. بس الحقيقة مش دايما، بل أحيانا العكس تماما. هشبه لك الكلام ده بمثال بسيط جدا. زي واحد بيشيل اوزان في الجيم بس بيعمل السكوات غلط، هيفضل كده شهور وسنين وفي الاخر ركبته بتبوظ وهو مش عارف ليه. نفس اللي بيحصل في الكورة بس للأسف جوه دماغك. النهاردة لعيبة كتير فقدوا حبهم للكورة، بقت التمرينات روتينية مملة جدا. كل يوم نفس التمرين نفس الدريل، بس فين المتعة؟ فين الحماس؟ فين الفلو اللي بيخليك تلعب وانت ناسي الوقت الآخر وقت عندك؟ بص، انت ممكن تلمس الكورة 1000 لمسة وانت سرحان، ممكن يساوي حوالي 100 لمسة صح. لكن 200 لمسة بتركيز عالي ممكن يطلع منهم 100 لمسة صح في وقت أقل وطاقة أقل. يعني التركيز أكتر بيوفر الكمية دايما. في حاجة اسمها هرم الجودة. هرم الجودة ده اللي هو آخر حاجة أو قاعدة الجودة، إن أنت بتتفرج على فيديوهات، بعده بتقلد الحركات بدون وعي، بعده بتمرن بتكنيك وتركيز مميز، بعده التكنيك ده بتحطه جوه مواقف لعبة حقيقية وفي القمة وانت بتلعب في حالة الفلو أو الفورمة الرياضية. وده هدفنا إن احنا نوصله لك. اللمسة الأولى أو الفيرست تاتش أو الكنترول على الكورة هما الأساس. ليه؟ عشان الكورة عمرها ما هتيجي لك مثالية في الماتش. لازم تعرف تتصرف بأي شكل من الأشكال. وأفضل تدريبات لتطوير اللمسة الأولى إنك تلعب مع حد ما بيعرفش يلعب، يدالك مرة ببوز الجزمة، مرة بوش رجله، مرة ببطن رجله، المهم تجيلك وخلاص. بس لما وقت تجيلك لازم تطور نفسك إزاي تتحكم فيها. هقولك على بعض التدريبات اللي انت لازم تشتغل عليها عشان تطور نفسك في كرة القدم. اول حاجة الجري بالرجل الضعيفة او الويك فوت. لازم تعلم نفسك ان انت ازاي تجري بالرجل الضعيفة. تاني حاجة الكنترول والتصويب، لازم اعمل كنترول والتصويب والتصويب يكون سريع. تالت حاجة التمرينات على الحيطة بانواعها المختلفة. رابع حاجة الروندو يكون فيه ضغط شديد جدا. خامس حاجة ان انت تشوط من اوضاع مختلفة مش دايما وانت واقف. اكتر مهارة اللعيبة الضعيفة مش بتشتغل عليها هي مهارة اتخاذ القرار. وعلى فكرة ليها تمارين. افتح ماتش وقف الصورة واسأل نفسك، كنت هتمرن للعيب اكس ولا اللعيب واي؟ كنت هتجري ولا هتشوط؟ كررها كتير هتلاقي نفسك قريب من القرار بتاع اللعيب ولا لا. الجيم مش هدفه تبقى ضخم، الجيم هدفه تبقى رياضي وسريع ورشيق. ركز في التدريبات اللي في الجيم على التمرينات الثابتة، القفزات، تدريبات سرعة. الكورة مش ماراثون، الكورة سباق قصير. لو وصلت لهنا فانت من الناس القليلة جدا اللي عايزة تتطور. ابدأ من دلوقتي وما تستناش. ابعت الفيديو ده لصاحبك وقول له يلا بينا نبدأ سوا. وانا تحت امرك في التعليقات. لو سألتني اي سؤال او اي تدريبات عايز تتطور فيها، اكتب لي في التعليقات تحت اسم الحاجة اللي انت عايز تطور نفسك فيها، وهتلاقي الرد بتاعي سريع جدا، وهبعت لك كل الفيديوهات اللي انت محتاجها. شكرا واشوفكم على خير.